السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي الاتحاد السعودي وحلقة جديدة وتيفو الاتحاد السعودي. أتكلم معاكم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن مدرب نادي الاتحاد الجديد، ويبدو أن نادي الاتحاد وإدارته فقدت عقلها وقررت التقليب والبحث في ملفاتها القديمة، والآن الخيارين هم اللي معروضين هتكلم عنهم النهاردة، والاتنين من البرتغال. ومش عارف ليه نادي الاتحاد متمسك بأن المدرب بتاعه يبقى برتغالي، مش عارف. ولكن الأغرب في الأمر إن نادي الاتحاد بالرغم من إن هو ما عندهوش مدرب ولا عنده مدير رياضي ولا حتى عندنا يقين إن السيد فهد سندي أو سندي مستمر في عمله مع نادي الاتحاد، إلا إن عندنا معسكر بعد أيام من الآن، بعد حوالي 9 أيام لمدة 14 يوم، من يوم 17 ل 31 يوليو في مربية في أسبانيا. وكمان هنلعب 3 مباريات ودية في هذا المعسكر. أمر غريب جدا جدا. يبدو أن رجال الأعمال المحبين للاتحاد والقريبين من نادي الاتحاد مجتمعين مع بعض كمجلس إدارة وكمحبين، واتفقوا على المدرب واتفقوا على الصفقات، حتى إن يلا كورة النهاردة منزل وبيقول إن نادي الاتحاد رسميا محتاج ظهير أيسر ومحور وجناح، وقبل ده كله طبعا محتاج مدرب. والمدرب انظروا من عاد، المدرب السابق لنادي الاتحاد نونو سانتو هو الأقرب ليعود لتدريب نادي الاتحاد. مين واكل عجلك؟ مفاجأة، الاتحاد السعودي يدرس عودة نونو سانتو، ودخل المدرب البرتغالي نونو سانتو حسابات إدارة نادي الاتحاد السعودي من أجل قيادة الفريق في الموسم الجديد. ووجه نادي الاتحاد الشكر للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وكشفت تقارير صحفية عن دخول نونو سانتو حسابات مسؤولي نادي الاتحاد وعلى رأسهم فهد سندي رئيس النادي. وتولى طبعا نونو سانتو قيادة فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي، ولكنه هبط إلى دوري الدرجة الأولى. وكان المدرب البرتغالي البالغ من العمر 52 عاما قد تولى تدريب نادي الاتحاد في يوليو 2022 قبل أن تتم إقالته بعدها بسنة في نوفمبر 2023 بعد تراجع نتائج الفريق في تلك الفترة. ويحظى طبعا نونو سانتو اللي بيقدم مستويات مميزة في تجربته الحالية بالدوري الإنجليزي بدعم عدد من المسؤولين داخل النادي، خاصة في ظل النجاحات التي حققها خلال فترته الأولى مع الاتحاد. ونجح المدرب البرتغالي في قيادة العميد للتتويج بلقب دوري روشن للمحترفين بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي، وهو ما جعله يترك بصمة واضحة لدى جماهير النادي. ويرتبط طبعا نونو سانتو بعقد مع ويست هام يونايتد ل 2028، الأمر اللي يجعل التعاقد معاه صعب. وأنا شايف إن مفيش صعوبة لو فهد سندي اختار نونو سانتو واتفق مع نونو سانتو، فالأمور المادية محسومة، وهو أصلا بيحب يرجع نونو سانتو ويحب يستلم تدريب نادي الاتحاد للمرة الأخرى لكي يثبت أنه كان جيدا وأنه لا يمكن الاستغناء عنه. طبعا لا يقتصر الاهتمام فقط على نونو سانتو، عندنا أسماء كتير، عندنا وليد الركراكي، عندنا سباستيان هونس المدرب الألماني، عندنا اللي بيدرب طبعا شتوتجارت الألماني. ولكن هكلمكم دلوقتي عن الاسم الثاني المرعب واللي كم أتمنى إن أنا أشوفه مدرب لنادي الاتحاد. عايز أقول لكم إن الصحف كلها بتتكلم من امبارح عن مفاجأة استلام جيسوس مدرب الهلال السابق ومدرب النصر السابق، واللي خد لقب دوري روشن السنة دي مع النصر لنادي الاتحاد. الاتحاد يبدأ التفاوض مع جورج جيسوس، وثورة إدارية تشمل جاليات وأسماء كبيرة. والأخبار بتقول، وفي هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية عن رغبة إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع اسم تدريبي مفاجئ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للبرتغالي المقال سيرجيو كونسيساو. هذا الاسم ليس إلا البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني الأسبق لعملاق الرياض الهلال، والذي قاد نادي النصر للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي المنتهي 25-26. وبعد قيادته النصر للتتويج بالدوري لأول مرة منذ 7 سنوات كاملة، أعلن جيسوس الرحيل عن الفريق العاصمي بشكل رسمي. وطبعا جيسوس عنده طموحات لتدريب منتخب البرتغال بعد انتهاء كأس العالم. طيب، هل في مفاوضات ما بين الاتحاد وجيسوس بالفعل؟
الحقيقة أن الإعلامي محمد أبو هداية أكد أنه هو عنده معلومات خاصة بأن نادي الاتحاد فتح خط التفاوض مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس بالفعل. وقال أيضا كما وصلني الاتحاد يفتح خط مفاوضات مع جيسوس من مقر إقامته دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل أو موقف مدرب الهلال والنصر سابقا من العرض. طيب، هل جيسوس أسلوب لعبه مناسب للاتحاد؟ طبعا جيسوس من أكتر المدربين اللي قدرة على التعامل مع اللاعب السعودي، سواء اللاعب المحلي أو اللاعب المحترف. وجيسوس عنده قدرة رهيبة على التعامل مع اللاعبين المتميزين، اللاعبين النجوم اللي زي كريم بنزيما. وعايز أقول لكم بالمناسبة، صحف كتيرة أكدت النهاردة إن قد يعود كريم بنزيما من جديد لنادي الاتحاد السعودي. أنا عارف إن أنتوا مش حابين الأمر ده، وأنا بيني وبينكم برضو مش حابب الأمر ده، مش حابب عودة كريم بنزيما، حتى والله ولو هيعود وهو مطاطي راسه أعلن فروض الولاء والطاعة، ولا والله مش عايزين كريم بنزيما تاني. وبالمناسبة صحف كتير بتقول إن نونو سانتو عنده عداوة مع كريم بنزيما، وده اللي بيخليه ممكن يدرب الاتحاد، لأن كريم بنزيما رحل. الأمور متداخلة زي ما انتم شايفين. على ناحية أخرى، نادي الاتحاد بشكل رسمي قرر شراء عقد ستيفن كيلر، وفي بيان رسمي أكد نادي الاتحاد تفعيل بند شراء عقد المدافع الكاميروني ستيفن كيلر من ناديه السابق ليماسول اليوناني ليصبح لاعبا بشكل نهائي في صفوف كتيبة نمور جدة حتى عام 2029. وجاءت هذه الخطوة في ظل المستويات المميزة اللي قدمها المدافع كيلر خلال فترة إعارته، ما جعل الإدارة تقرر شراء عقده نهائيا من ناديه اليوناني لتعزيز خط دفاع الفريق الكروي الأول. وكمان نادي الاتحاد واضح ان هو بدأ يركز على تدعيم نادي الاتحاد بشكل قوي بصفقات صغيرة في السن، لكن طبعا كلنا مستنيين الصفقة الكبيرة، النجم الكبير اللي هيقود نادي الاتحاد. يعني الهلال خلاص أوشك ان هو يتفق مع عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، اللاعب الأفضل في العالم الآن وصاحب البالون دور وصاحب جائزة ذا بيست. النادي الأهلي برضو بيدور على لاعب، نادي النصر السعودي بيحاول مع محمد صلاح، وبيحاول مع ليفاندوفسكي لاعب برشلونة السابق. الكل بيبحث عن قائد لنادي. طيب، أمر أيضا من الأمور المهمة جدا وهو التوقيع مع لاعب في دوري روشن، لاعب بإمكانيات جيدة ولاعب شاب، ودخل نادي الاتحاد في مفاوضات جادة من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عبر استهداف أحد أبرز اللاعبين المحليين في الكرة السعودية. وبحسب ما أوردته صحيفة الرياضية، فإن إدارة الاتحاد وضعت حسين صبياني لاعب الشباب ضمن قائمة الأسماء التي ترغب في التعاقد معها في إطار سعيها لتعزيز خيارات الفريق للموسم الجديد. وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد قدمت طلبا رسميا إلى نظيرتها في الشباب للحصول على خدمات اللاعب بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يمنح العميد أفضلية شراء عقد بشكل كامل ونهائي مقابل 20 مليون يورو. طبعا صبياني من العناصر المميزة اللي لفتت الأنظار خلال الفترة الماضية، يحظى بمتابعة من عدة أندية بسبب إمكانياته الفنية المتطورة والمستمرة، واللي طبعا على رأسهم نادي الاتحاد السعودي. أيضا من ضمن أهم الملفات ملف موسى ديابي. وخلاص موسى ديابي اتخذ قرار بشأن مستقبله مع نادي الاتحاد السعودي، وأبدى رغبة واضحة في خوض تجربة جديدة بالدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل، حيث اتخذ قرارا بمغادرة الاتحاد حال وصول العرض المناسب خلال الفترة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن اللاعب منفتح على فكرة التنازل عن جزء من راتبه الحالي من أجل تسهيل انتقاله إلى أوروبا، في خطوة تعكس رغبته الجادة في إتمام الرحيل عن صفوف العميد خلال الميركاتو الصيفي. ويأتي ذلك طبعا رغم المكانة المهمة اللي بيحتلها اللاعب داخل الفريق الاتحادي وداخل قلوب الاتحاديين. يعد أحد العناصر الأساسية اللي اعتمد عليها الاتحاد خلال الموسم الماضي وقبل الماضي في مختلف البطولات سواء المحلية أو القارية. وطبعا نادي ميلان ممكن يفكر ان هو ياخد موسى ديابي، ومستنيين نشوف بالظبط يا ترى التعاقد ممكن يتم لحد فين،
وهل يا ترى ممكن نقدر نقنع موسى ديابي بالاستمرار من جديد مع نادي الاتحاد؟ طبعا هو عايز مشروع. اللاعبين الكبار دول بيحتاجوا مشروع، بيحتاجوا ان هم يكون عندهم مدرب، ويكون عندهم مدير رياضي، ويكون عندهم تعاقد جديد، ويكون عندهم وعود بان في موسم جاي هيكون اقوى من المواسم اللي فاتت. ايضا واخيرا اشتعل سباق التعاقد مع احد ابرز نجوم دوري روشا للمحترفين، وهو خالد الغنام لاعب الاتفاق، كواحد من ابرز نجوم الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، بعدما تصدرت قائمة اللاعبين المحليين اسمه الاكثر مساهمة طبعا بتسجيله 13 هدف وصناعة 7 اهداف اخرى. ونادي الاتحاد هو الاقرب، العميد هو الاقرب للتوقيع مع خالد الغنام. على اي حال اشكركم جدا على حسن المتابعة. الى الان مش قادر استوعب بصراحة ان نونو سانتو هيعود لتدريب نادي الاتحاد، مش عارف اقول لكم ايه، لكن مستني رايكم في التعليقات. تقولوا لي هل انتوا شايفين ان نونو سانتو يصلح لتدريب نادي الاتحاد ام جيسوس هو الافضل؟ دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.